رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فأسأل الله تعالى أن نكون ممن غفر الله تعالى لهم ما وقع بين الرمضانين. لا شك أيها الأحبة الكرام أن إدراك العبد لرمضان هي نعمة ربانية ومنحة إلهية تسيل لها الدمعات وتنسكب العبرات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبت من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستبشر بقدوم هذا الشهر الكريم ويفرح به ويبشر به أصحابه. يقول عليه الصلاة والسلام لهم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يستبشر بهذا الشهر الكريم، يفرح به، يبشر به أصحابه، يدخل السرور على قلوبهم بإخبارهم بما فيه من فضائل. الصيام عموما له فضله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلا شك أن اشتغال المرء بالصوم وتعبده إلى الله جل وعلا وتقربه إليه بمثل هذه العبادة أنها قربة يتقرب إلى الله تعالى بها. الصيام له فضله الكبير، وكان السلف رحمهم الله تعالى يفرحون بإقبال شهر رمضان. يقول المعلى بن فضل: كان من دعائهم اللهم بلغني إلى رمضان، وكان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا، وتسلمه مني متقبلا. واشترى الحسن بن صالح أو باع جارية له إلى أحد الناس، فلما أقبل رمضان جعل سيدها الجديد يعتني بأنواع الطعام والشراب ويتهيأ بها. قالت له: ماذا تفعلون؟ ينزل بكم ضيف؟ قالوا: لا، إنما هو لاستقبال الصيام في شهر رمضان. قالت: سبحان الله، وأنتم قوم لا تصومون إلا في رمضان، والله لقد جئتكم من عند قوم السنة كلها عندهم رمضان، ردوني إلى سيدي الأول. فكانوا يستبشرون بمقدم رمضان وهم أصلا كانوا في عبادة وقربة. شهر رمضان أيها الأحبة الكرام فضله الله تعالى على جميع الشهور. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله تعالى المياه واختار ماء زمزم ليكون أفضلها. خلق الله تعالى الناس واختار الأنبياء ليكونوا هم الأفضل. خلق الله تعالى الملائكة، اختار جبريل ليكون هو الأفضل. خلق الله تعالى الليالي فجعل ليلة القدر هي أفضلها. خلق الله تعالى الأيام فجعل يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى هو الأفضل. خلق الله تعالى الأشهر وجعل شهر رمضان هو الأفضل، وجعل أيضا ليلة القدر في شهر رمضان هي الأفضل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر. ويقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فشهر رمضان له مزية تختلف في الحقيقة عن كل الشهور. الحسنات فيه مضاعفة، السيئات فيه أعظم من غيرها. صحيح أن السيئة لا تتحول إلى 10 سيئات، فإن الله تعالى يعني يعامل العبد بالعدل سبحانه وتعالى، لكن المعصية في رمضان هي أعظم جرما من المعصية في غيره. وكأنك ترى أن المعصية تعظم بعظمة الزمان والمكان، كما أن المعصية في مكة في حرم مكة تكون أعظم منها في غيرها، كذلك المعصية تعظم بعظم الزمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظم شهر رمضان. كان جبريل عليه السلام يقبل في شهر رمضان يعارض القرآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يراجعه معه، يعارض القرآن معه، يعني يراجع معه القرآن مرة في كل رمضان. هذا غير ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه. ثم إذا لما كان رمضان الذي بعده توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عارض القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يعني راجع معه القرآن مرتين. فهذا يدل أيها الأحبة الكرام أننا في شهر عظيم ينبغي علينا اغتنامه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى المنبر وقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية وقال آمين، صعد الثالثة وقال آمين. فلما انتهى سأله أصحابه: ما آمين يا رسول الله؟ يعني من الذي دعا فأمنت على دعائه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل جاءني
فقال لي: يا محمد، من أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له